أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الملعب. أتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات مع فقرات برنامجنا لهذا اليوم، فكونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مع فقرة محور الحلقة نتحدث هذا اليوم عن واقع المنتديات الشبابية في محافظة نينوى. نحن اليوم في منتدى شباب ورياضة سومر، هذا المنتدى الحديث الذي تم افتتاحه مؤخرا. نتعرف على واقع هذا المنتدى وأهم الفعاليات وأهم العقبات أمام هذا المنتدى وما هي الفئة المستهدفة في منطقة سومر. حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام رحبوا معي بمدير منتدى شباب ورياضة سومر الكابتن سعد علي. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا استاذ سعد، وشكرا جزيلا للموصليه على دائما نقول هي السباقه في نقل الاحداث الرياضيه ونقل الاحداث اللي موجوده في محافظه نينوى. ان شاء الله نتمنى منكم الله سبحانه وتعالى يوفقكم في هذه المرحله. شكرا جزيلا. طبعا انا بدايه اهنيك استاذ سعد على توليك منصب مدير شباب ورياضه سومر. انت تستحق هذا المنصب كونك رياضي. نعم. يعني من ابو جد. شكرا جزيلا، بارك الله فيك استاذ سعد. شوي تحدث لي عن منتدى الشباب ورياضة سومر، شو وقت تم افتتاحه، شنو الفعاليات اللي موجود بها والمنشآت والبنى التحتية؟ الحمد لله. بالنسبة لمنتدى الشباب ورياضة سومر بعد التعاون مع شركة UNDP بإعمار وإعادة إعمار وتأهيل هذا المنتدى قبل 3 أشهر الحمد لله استطعنا أن نفتح هذا المنتدى، ولكن احنا عندنا بعض المعوقات اللي موجوده في داخل المنتدى مثل تجهيز البنيه التحتيه لهذا المنتدى. نعم. من مثل تجهيزات رياضيه او تجهيزات حتى تقول عليها فنيه وهندسيه نعم. المنتدى. والحمد لله استطعنا بمده فتره زمنيه قصيره اعاده هذا المنتدى الواجهه ان شاء الله، من خلال عندنا فعاليات تدريب اللاعبين الناشئين والشباب والاشبال بالنسبه لكره القدم، وعندنا فريق لكرة الطائرة وفريق لكرة التنس، وإن شاء الله بالأيام المقبلة إن شاء الله راح نفتح مشروع فريق كرة السلة في هذا المنتدى إن شاء الله. شنو المرفقات، أهم المرفقات اللي موجودة حاليا في المنتدى؟ هو عندنا فريق الكاراتيه اللي أنت مثل ما تقول المنشآت البنى التحتية، يعني عندك ملاعب. هو ملعب كرة القدم وخماسي كرة، وملعب كرة الطائرة، وملعب كرة السلة، وملعب التنس الأرضي. نعم. وعندنا قاعة لكاراتيه اللي يتمرن بها أستاذ عمر وأستاذ حسن، اللي اعتبرهم يعني مثابه عون لهذا المنتدى من خلال لم الشباب، وان شاء الله يوصلون الى اعلى المراتب ان شاء الله في هذه المرحله. نعم، اكيد المنتدى بحاجه الى قاعه داخليه استاذ سعد، يعني القاعه الداخليه جدا مهمه للمنتدى. يعني نعم استاذ، بس هو هذا الموجود، يعني هو الهيكليه المنتدى هذا الموجود. نعم. عندنا يعني قاعتين، قاعه يمنى وقاعه يسرى، وعندنا غرفتين. يعني هو البناء الموجود في داخل المنتدى يعني مثل ما نقول يلبي طموح بعض الشيء لهذه المنطقه ان شاء الله. طبعا هي خطوه جدا جيده، يعني منطقه سومر منطقه شعبيه ومكتظه بالسكان. نعم. وفيها شباب رياضيين ما شاء الله، يعني يحبون الرياضه. نعم. بشكل كبير جدا يعني. نعم. واليوم يعني هذا المنتدى حتما يعني استقطبت انت من خلال هذا المنتدى العديد من الشباب. يعني يمكن عندك تنس وعندك طائره وعندك كره قدم، كاراتيه. نعم كاراتيه. يعني شويه احكي لي عن اليه يعني انضمام الشباب للمنتدى، وهل هناك اقبال على هذا الشيء؟ نعم، اقبال جيد جدا. انت مثل ما قلت انت سومر، يعني احنا سومر. نعم. مو بس سومر، عندنا حي الشيماء، عندنا الانتصار، عندنا مناطق كثيره هنا في هذه المناطق، مثل عندنا الجو حتى الوحده وسومر، حتى وحده والميثاق يجون لي هنا. فهذا المنتدى يجمع جميع الاطياف الموجوده في هذه المنطقه، والحمد لله من خلال هذا الشيء استطعنا ان نجمع توليفه جيده من خلال الشباب الموجودين في هذه المنطقه، ونجعل منهم مثل ما نقول وحده وادوات حقيقيه لبناء جيل ان شاء الله، بناء جيل يلبي طموحات هذه المنطقه ان شاء الله. نعم. يعني بالنسبه للكوادر اللي وياك، يعني حتما انت تحتاج الى كوادر فنيه وتدريبيه والى اخره. هي هذه المشكله. احنا عندنا الولد بدر، كابتن بدر عندنا هو اللي يدرب الناشئين والشباب الموجودين في المنطقه على كره القدم، وعندنا استاذ عمر واستاذ حسن على الكاراتيه. نعم. وعندنا على الطائره استاذ وائل ومحمد،
وان شاء الله على السله على اساس يجينا تعرفوا الاستاذ فاضل اسمه فواز فاضل. نعم مدرب وعلى التنس الارضي والله على اساس يجينا واحد لحد لما اجانا، فاحنا نريد شوي شوي مثل ما اقول خطوه خطوه ان شاء الله نحو المستقبل ان شاء الله لتنميه طموحات ورياضي هذه المنطقه. زين هذول اللي يجوا كلهم متبرعين ام موظفين؟ والله كلهم متبرعين. نعم كلهم متبرعين. نعم كلهم متبرعين ما عندنا يعني تعرف انت بس هي مؤسسه حكوميه من المفترض انه الدوله يعني تزودك انت لا قبل كان احنا قبل كل منتدى يقدر يعين مدربين على كل فعاليه شكل عقود فعاليه وينطوا راتب 50,000 يعني مقطوعه مثل ما يقول. نعم. هسه هاي الشغله انتهت، فاللي راح يجينا كلهم راح يجونا متطوعين يعني. نعم. من اجل خدمه هذه الرياضه. وانت بحكم علاقاتك الشخصيه ويا الرياضيين تجيبهم يعني. طبعا. حتما انت ببالك يعني استاذ سعد انه تشكل لك فرق رياضيه وتشارك ببطولات والى اخره. خلال هالفتره القصيره اكتشفت انه هناك لديك بعض الامكانيات ممكن ان تزجهم في بطولات؟ والله يعني فعلا يعني قبل يومين شفت لاعبين موالي 7 هم دول فعلا يعني اكو لاعبين ممتازين ومهاريين جدا، ممكن من خلال التمرين وهذا ممكن يتطورون الى الافضل، ممكن نزجهم في منتخبات الناشئين والشباب. نعم كرة القدم تعرف اختصاصي كرة القدم، وعندنا لاعبين بكرة الطائرة ممتازين جدا، وحتى بالكاراتيه يعني انا شفت بعض اللاعبين يعني حتى اللاعبين واللاعبات منهم متطورين بشكل جيد من خلال التدريب المستمر، ونتمنى الموفقين للجميع من خلال تعاون الجميع مع هذه الفئات الشبابيه العمريه الصغيره ان شاء الله من اجل خدمه هذه الرياضه في هذه المنطقه. نعم استاذ سعد احنا الان مثل ما تعرف بالعطله الصيفيه يعني حتما بالعطله الصيفيه دائما هناك دورات يعني للشباب يعني من دورات رياضيه وحتى دورات ثقافيه في بعض الاحيان دورات علميه. يعني انتم منتدى شباب ورياضه يعني بها مو فقط رياضه وانما هناك فعاليات اخرى. والله احنا استاذ على مود يعني على اساس تجينا منظمه اغاثه على اساس لدعم هذا المنتدى من خلال الدورات العلميه الموجوده على الكمبيوتر والحاسوب والشغلات. لحد الان احنا ما شفنا اي منهم اي شيء، فهم وعدونا خير ان شاء الله واخذوا عينه جيده من الشباب، وان شاء الله بالايام المقبله ان شاء الله يتم هذا الشيء من خلال تعاوننا معهم ومع المديرين ان شاء الله. زين دورات الرياضيه عندكم الان يعني بالعطله الصيفيه عندكم دورات؟ دوره الرياض على مود احنا على بالايام المقبله ان شاء الله القديمه، وان شاء الله اتمنى انتم موجودين راح نقيم بطوله للطائره. نعم جيد. الشباب تحت فوق الشباب يعني تعرف انت الشباب ما يعني اقبال على الطائره وعلى السله وعلى الكره على التنس الارضي قليل، فمعظم الشباب يبغى لهم وين يصير على كره القدم. تمام. وان شاء الله بالايام المقبله ان شاء الله راح نفتح دوره تدريبيه دوره تعليميه للاعبين الشباب والناشئين ان شاء الله في هذا المنتدى من خلال تطوير امكانياتهم البدنيه وامكانياتهم المهاريه. تعرف هذا اللاعب الصغير يراد له مهارات يتعلموا على المهارات. نعم. فان شاء الله بالايام المقبله ان شاء الله راح يتم هذا الشيء. ايضا يعني هناك يعني بعض المشاريع المستقبليه حتما انت ببالك يعني مثلا تطور من هذا المنتدى، ببالك انه مثلا تقدم طلبات الى الجهات الحكوميه مثلا كدوائر الدوله والى اخره للمساعده. نعم وعدونا المدير الشباب رياض نينوى. نعم. ان شاء الله بالقريب العاجل ان شاء الله راح يصير تعاون بيننا وبينهم من خلال عمل برنامج خاص وبطولات في ان شاء الله في المنتديات عامه في الموصل وتفعيل المنتديات الموجوده في هذه المحافظه حتى نقيم بعض البطولات ان شاء الله الشبابيه والناشئين والشباب والمتقدمين ان شاء الله من اجل تطوير هذه اللعبه في كان سل او طائره او يد او اي لعبه ان شاء الله موجوده في هذه المنتدى. نعم. نتحدث شوي عن العقبات اللي تواجهك انت كمدير جديد ومنتدى جديد. والله انت تعرف احنا رياضيين ما عندنا عقبات، يعني شنو العقبات اللي عندنا؟ يعني احنا يعني مثلا المركز لا بي ضخومه لا بي يعني شغلات اثاث ما مؤثرت يعني. لحد مو مؤثرت لحد الان. نعم. واحنا وعدونا مدير الشباب والرياضه وعلى راسي الاستاذ معروف محمد سالم باعاده تاهيل هذا المنتدى من خلال الاثاث والمستلزمات اللي يحتاجها المنتدى، وان شاء الله بالايام المقبله ان شاء الله وجيتكم مرتلخ ان شاء الله حتصير فاتحه خير لنا ان شاء الله بتقديم هذه الشغلات باسرع وقت ممكن ان شاء الله. نعم. واتمنى الموفقيه للجميع. نعم. لو نتحدث عن علاقتكم انتم كمنتديات فيما بينكم يعني اكو فرق تعاون بين المنتديات طبعا يعني اقامه بطولات طبعا يعني اول شيء احنا مشتركه. احنا بالعكس احنا اول شيء نشكر الاستاذ رعد الشكر مدير منتدى الشباب والرياضه الحداء. تحياتنا الاستاذ رعد من المدراء الجيدين المدراء الممتازين جدا. نعم. في هذه المحافظه والرجل رياضي معروف ومثل ما اقول عضو هيئه اداريه في نادي الفتوح لسنوات طويله. نعم. وبطل
يعني هو الرجل قدم لنا خدمه كبيره من خلال دعمنا بالدعم الكاراتيه ببساط ارضي. نعم. وبعض التجهيزات ملابس رياضيه يعني هو تبرع بها كله جدا. نعم. يعني هو الرجل انطانا هي مثل ما يقول مناقله، وهذا فشيء كبير جدا، وانطانا ميوزه وانطانا كراسي، فهذا شيء يعني انما يدل على حرص المدراء الموجودين في هذه المحافظه من اجل مثل ما يقول مساعده الاخرين في بناء ان شاء الله منتديات تكون دائما منافسه لهم ان شاء الله. نتمنى الله سبحانه وتعالى يوفقنا في هذا الشيء. وشكرا جزيلا استاذ رعد مره اخرى على هذا الشيء اللي يقول عليه جميل جدا ان شاء الله. استاذ سعد، بكلمه اخيره، شنو مناشدتك، شنو رسالتك لابناء المنطقه او مثلا المسؤولين حول منتدى سومر؟ والله هي المناشده الاولى والاخيره بان الله سبحانه وتعالى يكون يوفقنا في هذا الشيء، ويكون الله سبحانه وتعالى يريد من المسؤولين في هذه المحافظه دعم المنتديات ودعم الرياضه في هذه المحافظه المنكوبه اللي دائما نقول عليها هي كانت خير سفير للكره العراقيه في كل المجالات. ونتمنى من المسؤولين في هذه المحافظه ان ينطوا اهميه وفد شيء كبير لهذه الرياضه في هذه المحافظه من خلال الدعم المتواصل للمنتديات وللانديه. نعم. ولجميع مفاصل الرياضه في هذه المحافظه ان شاء الله. الاستاذ سعد علي مدير منتدى شباب ورياضه سومر، شكرا جزيلا على تواجدك، ونتمنى لك التوفيق في عملك، واحنا داعمين لكل منتدياتنا الشبابيه ومنها منتدى شباب سومر. الله يبارك استاذ جاسم، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا ان شاء الله. مشاهدينا الاعزاء، نتجول في مرافق اخرى من مرافق منتدى سومر بعد الفاصل. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى. نحن الان في قاعه الكاراتيه في منتدى شباب سومر. هناك حراك كبير لرياضه الكاراتيه واقبال كبير من الاطفال وايضا الطلاب والتلاميذ في منطقه سومر للانضمام الى رياضه الكاراتيه في منتدى سومر. حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام رحبوا معي بالكابتن حسن محمد، اهلا وسهلا بكم استاذ، مدرب منتدى شباب رياضة سومر بالكاراتيه. اهلا وسهلا بك. بكلم هلا الاستاذ، اهلا وسهلا بكم. كابتن، قبل ما نتحدث عن رياضة الكاراتيه في منتدى شباب سومر، شوي تحدث لي عن نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. اول شيء الاسم حسن محمد، مدرب رياضة كاراتيه، مدرب أندية سابقا، دربت نادي ترمي ونادي الحدبة، وحصلنا عدة مراكز داخل المحافظة. سابقا لعبت بالاندية نادي المستقبل الجديد ونادي الشهيد اياد شيت، ولعبت باسم نادي الموصل. نعم. وعدة أندية أخرى، والحمد لله حصلت على مراكز وعندي مشاركات دولية. نعم. في بطولة الشارقة الدولية سنة 2019 مع بعثة منتخب نادي الموصل، مثلنا المنتخب الوطني، الحمد لله حصلت على المركز الخامس. وبعدها بمدة شاركت في الدورة التدريبية اللي حضرها مدير المنتخبات الأردنية المهندس إبراهيم، وهو مصري الجنسية، وهاي الشهادة وصورته والتصنيف اللي حصلت عليه سي. وبعدها بمدة سنة 2019 شاركنا ببطولة الترميمية الدولية وحصلت على المركز الثالث، واللي يعني الوحيد اللي يعني من نادي الموصل، والبقية الزملاء معي لعبوا باسم نادي بلدية الموصل. شاركت وحدي بدون مدرب، يعني رحت على حسابي الخاص. نعم. كل البطولات والمشاركات اللي شاركتها يعني من حسابي الخاص. وبعثة 2019 في بطولة الترميمية الدولية وحدي، يعني بس رحت انه ويا زملائي. والحمد لله بعد دربت في منتدى الكرامة، ودربت منتدى العفو قاعة مسبح الأبراج، ثم انتقلت إلى منتدى شباب وسومر. حاليا تركت اللعب واتجهت للتدريب لو شلون؟ لا، لعب وتدريب. لعب وتدريب، نعم. انت ما شاء الله بعدك شباب يعني. لا الحمد لله، يعطيك الصحة والعافية، لعب نعم. وتدريب. طبعا انا اعتبر ذول الشباب الموجودين محظوظين بيك انت كمدرب، لان تمتلك خبره دوليه، عندك مشاركات. يعني عاده اللي يمتلك خبره دوليه راح ينطي كل خبرته وكل اصارى جهده اكيد للعبه، يعني اللي هو ابن اللعبه. شوي نتحدث عن منتدى شباب سومر، شلون صارت يعني عندك الفكره او الفضول بتدريب منتدى شباب سومر؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم،
الفكره انه كنا بمنتدى الكرامه عباره عن ركام، عماره مقصوفه في منتدى الكرامه، يعني اللي يدخل على اللعبه من اول يوم يأيس. نعم. عن طريق كابتن عمر واستاذ سعد، فضل الله ثم الاستاذ سعد وكابتن عمر، قال يعني راح ان شاء الله تنفتح منتدى السومر، واكو قاعه جاهزه وجدا مشكورين اللي هو فتح ابوابه لنا، والاهالي نشكرهم على دعمهم الخاص، كل اللواعي بدون استثناء دعمهم الاهالي، الداعم الاساسي هم الاهالي. والحمد لله صار لي عندي الخبره مع كابتن عمر، انه صار لي شلون نقول واهس، انه اتشجع اترك منطقتي ولد منطقتي في سبيل اجي هنا لين الاهالي تدعم. نعم. منتدى الكرامه يعني ناس بسطاء يدورون معيشه يومهم، ما متفضلين للرياضه، لان دعم الرياضه بهذا البلد جدا والمنتدى قليل. باقي مثل ما هو. المنتدى باقي عباره عن استاد ركام عن حجر مقصوف. نعم. هو أنا عبرك نوجه رساله للمدير الشباب والرياضه ومحافظه نينوى، طبعا اكيد منطقه دعم. الكرامه ايضا منطقه شعبيه بها مواهب بها رياضيين، مع العلم ان شاء الله نزورهم في يوم ايضا ان شاء الله، يعني اكو لواعيب شاركوا بطولات دوليه وكلهم من الكرامه ومن الانتصار، بس لكن نعم. استاد دعم. تمام. نحكي على الدعم، يعني منتدى الكرامه ابسط شيء نفتقره البساط. نعم. اللاعب يجي جام ماكو، عباره عن استاد ركام، القاعه احنا جهزناها على حسابنا الخاص، هاي مع كهربائيات واناره وبساط، كله اشتريناه على حسابنا الخاص. استاذ يوسف فضل لواء عنده بساط قديم جابه، مدربي هو الاستاذ يوسف، ثالث الصوره على يدك اليمين. نعم. جاب بساط على حسابه الخاص. احنا اللواعيب جمعنا من عندنا، سوينا الجوم كهربائيات. خلينا نتحدث عن، استغل الوقت وياك نتحدث عن آلية قبول الطلبة أو قبول الرياضيين هنا عندك في منتدى شباب سومر. الفئات العمرية ايش قد، يعني من عمر ايش قد تستقبلون لحد عمر ايش قد؟ الاعمار من 5 سنوات حد ال 25 حتى المشاركات الدوليه، واول شيء موافقه الاهل. نعم. حضور اولياء الامور، موافقتهم انه ابنهم يتدرب ويحضرون تدريب بعض المرات اكو شويه قسوه على اللاعب حتى في سبيل انه يصعد مستواه. والتدريب يكون نوعين، اكو مبتدئين والواعيب متقدمين، يعني المتقدمين عندنا ما شاء الله احمد عدي، حسن، مصطفى، كرم شعلان، محمد، ابي. نعم. تدريبهم يختلف عن المبتدئين، المبتدئين لازم نكون بسطاء شويه وياهم. سلسل ابجديات اللعبه تنطي. الاساسيات كيف قبضه اليد يسدها من صحيح، يعني سدها صحيحه، الحركات اجي اوكي ست اوكي. زين شوي نتحدث عن المبتدئين، يعني انت اللي يجوك هذول المبتدئين اي واحد يجيك تقبله ام انت تشوفه مثلا به صفات معينه او امكانيات جسمانيه والى اخره شلون؟ استاذ احنا الموافقه الكل، اهم شيء موافقه الاهل بالبدايه. نعم. من 5 سنوات فما فوق يعني نقبله. مده الدوره 3 اشهر عندنا، نهايه الدوره نعطيه شهاده مشاركه، شهاده تقديريه وعلى دعم الاهل. نعم. بعد 3 اشهر اللاعب اللي يبين مستواه، يعني عندنا لواعيب ما شاء الله يتطور يعني راح يبقى. اكو من عندهم صار لهم هذا رابع تمرين ما شاء الله مستواه تقول صار 3 اشهر او 4 اشهر. نعم. وان شاء الله على المستقبل القريب لواعيب عندنا من المنتخب الوطني من هاي القاعه، حصرا من هاي القاعه. نعم. يعني بجهود طيبين يعني الاهالي. اكتشفت مواهب يعني. مواهب من هاي القاعه حصرا ان شاء الله، منتخب محافظه ومنتخب العراق اللي مثلا عندنا مصطفى وحسن واحمد عدي كرم شعلان على حضر على المعسكرات. وانا اللي فهمته من عندك هذول مرافقيك صاروا لفتره طويله يعني عندنا حسن ومصطفى وكرم شعلان صاروا ما يقارب 6 سنين. مشاركين بطولات محليه. نعم مشاركين بطولات محليه. كرم تحضر على بطوله دوليه لكن كان عندهم امتحانات بوقتها بالسادس ابتدائي. نعم. هو احنا حتى نوجه رساله للاهالي هذول الصغار اللي جو بجده، شلون تتعامل وياهم وشنو منهاجك التدريبي وياهم؟ منهاج التدريب استاذ احنا اول شيء نعطي الاساسيات. نعم. حضروا الاساسيات، علموا الاساسيات، بعدين نحضروا على الاختبار ان شاء الله. نهايه كل دوره عندنا بطوله. يعني ما شاء الله مستوياتهم الدراسيه كلها جيده، وسينا لهم يعني احتفاليه اليوم، وبيكم ان شاء الله انتم بحضوركم راح نكرمهم. مستوياتهم حيل زينه. وعنحضر على المستوى القريب بطوله العراق اللي هي راح تكون ان شاء الله بشهر الثامن او التاسع للبنات. وعندنا اختبارات على حزمه السود ما يقارب 12 لاعب او 11 لاعب جاهزين، عندهم حزام بني. نعم. ان شاء الله جاهزين لاختبار الاسود. كم وحده تدريبيه عندك؟ المبتدئين 3 وحدات، نعم. المتقدمين عندنا 12 وحده تدريبيه بالاسبوع. جيد. قبل ما اختم حديثي وياك، رسالتك الممارسين رياضه الكاراتيه، طبعا رياضه الكاراتيه لحد الان يمكن انا وانت دردشنا قبل ما عندنا فد بطل لا على مستوى العراق يعني من المتقدمين.
متقدمين عندنا عباس بهاي اخر بطوله شارك وجاب مركز، وعندنا كابتن علي الهيبي يعني بطل وشارك وجاده مصنف رابع على اسيا، انسحب امامه مصنف رابع على اسيا، خسروه ظلما تحكيميا. راد يقدم شكوى، المدرب ماله يعني ما نريد نذكر اسامي اعترض، ظلم يعني هذا جدا ظلم. نطالب الاتحاد المركزي نظره الى الحكام الى اللواعيب، يعني مصنف رابع على اسيا ينسحب ويا لاعب محلي مو محلي انما لاعب دولي وعنده بطولات وشهاي وتثبت له يعني جدارته ما شاء الله. طالب من الاهالي دعم لواعيبكم ابطال، دعم كلكم، دعم الاهالي للواعيب يصلون، ولعبه جدا سهله لا تخوف يعني مثل ما يقولون كسر خشمه. حتى ايضا عندي مداخله ايضا قبل الختام، عندك ايضا بنات يعني هذول البنات ايضا نفس المنهاج التدريبي نفس المنهاج لكن اخف يعني. ايه، والبنات استوعابهم اكثر يعني يكونوا من البنين من الولد. نعم. ليه متفرغه عكس الولد. واحنا الهدف الاساسي انه من افتتاح القاعه يبتعدون عن الالعاب الالكترونيه. الهدف الاساسي. تمام صح. يعني اكو بعض قاعات منها كسب ماده. رساله لهم. القاعه تكتفي بالغرض؟ ما تكتفي بالغرض لكن احسن من اكيد نعم. السابق. رساله لبعض المدربين، كون مدرب ناصح واعمل بجد، لا ابوي تربوي ايه لا يغرك. نعم. الاعلام. نعم. الاعلام ابد لا يغر. نعم. والفلوس تروح وترجع، بس درب بجد. نعم. يعني مو يقول بطل وهو كل شيء ماكو، شو ما نقول. نعم. والسي في فارغ. نعم. شكرا جزيلا لك كابتن حسن محمد، نتمنى لك التوفيق جميعا ان شاء الله استاذ. مشاهدينا ننتقل الى ضيف اخر بعد الفاصل. اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الاعزاء، نلتقي بمدرب اخر من مدربي منتدى شباب سومر، كابتن عمر نافع. اهلا وسهلا بك كابتن. اهلا وسهلا استاذ جاسم، نشرف بكم كقناه موصليه كواجهه اعلاميه، نشرف حضوركم الى اكاديميه الموصل للكاراتيه. اهلا وسهلا بك. كابتن، تحدثنا قبل الفاصل مع نعم كابتن حسن عن الجوانب الفنيه والمنهاج التدريبي، يعني حتما مصطلح الأكاديمية اللي أنت أطلقت عليه، الأكاديمية تضم كل جوانب حياة الطفل أو المتدرب، يعني مو فقط الجانب الرياضي. أنتم متابعين هذه المواضيع يعني مثلا معاهم. أستاذ جاسم، بالبداية احنا نرحب بكم كضيوف أعزاء. قناة الموصلية قناة سباقة دائما بالأحداث، ودائما ما شاء الله تدعمون الرياضة. احنا الأكاديمية مطلق كلمة الأكاديمية هي مدرسة. نعم. مدرسة تلم الطلاب. نعم. احنا بدايتنا اول ما بدينا هنا تقريبا من قبل شهرين، بدينا بجهود كلش بسيطه، والفضل لله سبحانه وتعالى، ثم الاستاذ سعد اللي هو مدير المنتدى. نعم. اللي صاحب فضل علينا. امكانياتنا بسيطه، ومع الاستاذ حسن بارك الله بينهم. احنا كبدايه احنا استقبلنا اهالي المنطقه، حبينا نزرع انه الرياضه بهاي المنطقه. استاذ جاسم، الرياضة ما ماخذة حقها مدينة الموصل. احنا حبينا نباشر هاي الفكرة، منتدى سومر الرياضي بحي شعبي، بس ما شاء الله يعني تفاجأنا بإمكانيات طلاب متفوقين. يعني هسه مجموع الدورة عندي تقريبا 50 طالب، أقدر أقول لك 40 واحد منهم جايبين إعفاء. جيد. فهذا شيء يعني هذا دعم كلش حلو، يعني اكو منهم متفوقين. واحنا كرياض الكاراتيه ما بس احنا ندرب لاعب انه يدافع عن نفسه ويقوي شخصيته، لا، احنا نعلمه دائما الاخلاق. نعم. يعني تتابعون سلوكيات تتابعون سلوكياته. نعم. طبعا النبي عليه الصلاه والسلام يقول من سن سنه حسنه فلها اجرها واجر من عمل بها. نعم. فاحنا ان شاء الله نسن سنه حسنه. يعني كمدرب انا اذا اصلي شلون اللواعيب مالتي يصلون وغاي، انا نعم. كذلك المدرب اوجه تحيه للاستاذ يوسف مدرب مادي، هو الرجال علمنا الصلاه. نعم. فبالبدايه كنا نعلم رياضه الكاراتيه، فشويه شويه معانا لياقه بدنيه. عندنا طلاب هسه ما شاء الله يحفظون قران كريم، مثل عبد الغفور هسه ما شاء الله حافظ 5 أجزاء. عندنا دورات صيفيه ان شاء الله تعالى
بالاسابيع المقبله بس يخلصون دورات سباحه. احنا الغايه من اللعبه مو بس كاراتيه وقتال، لا، الغايه نعلمه الاخلاق. تمام. يبتعد عن الموبايل اللي هو هذا اكبر يعني كارثه. انتم عندكم شروط معينه، مثلا اللي يدخن ما تخلوه؟ احنا اول شروطنا يكون لاعب، يكون طالب. نعم. واذا ناجح نخلينه هذول المتفوقين غير شكل. نعم. اما يعني هذول اللي اعمار كبيره وهذول ما يفيدونا. احنا ما شاء الله لواعبنا متفوقين. هسه اشوفك الشهادات وان شاء الله نوزعها متقدمين. الشيء جيد استاذ عمر، انا اللي يعني من خلال الاطلاع على المنتدى شاهدت اقبال من الاهالي متابعين اولادهم وايضا جايين يدعموكم في المنتدى، يعني شيء جيد جدا. استاذ يعني جاسم، اهم شيء الاهل. نعم. الاب اذا كان مثل النبته، انت نبته استاذ جاسم اذا تزرعها وتداريها اكيد بعد فتره راح تثمر وتنيع. نعم. وتاكل ثمار حلوه. بس انا عندي ثلاث اولاد، محمد وعبد الله وابي. محمد ما شاء الله هسه مرشح الحزام الاسود، عبد الله حزام بني. نعم. ابي بصف الاول مدرسه حمورابي، جاب لنا اول على المحافظه. نعم جيد. مستوى الموصل، هذا اول ابتدائي. فالراعي الاول والاخير يبدي من الاهل. الاهل اذا كان داعم للرياضه، محب للرياضه، مع جهودنا البسيطه نقدر نطلع، ما اقول لك بطل، بس نقدر نطلع لاعب مثالي. هو احنا يعني عبركم نريد نوجه رساله للشباب يعني الصغار اللي دا يتعلمون، يعني مو معناه انه انا اتعلم كاراتيه اطلع للشارع واتعدى على اخرين واضرب الاخر، هاي مو رياضه. انت اخلاق. وانما الرياضه انه انت شلون تصير بطل، شلون انت تعكس اخلاقك. صح. سواء بالملعب سواء بالشارع. صح. واذا استدعى الامر تدافع عن نفسك تدافع عن نفسك. هي لعبه الكاراتيه مو بس قتال، مو تدافع عن نفسك وان تتباهى وعضلاتك، لا. نعم. تعكس اخلاقك. بالعكس الرياضي الكاراتيه يكون واثق من نفسه. تواجهه بعض المواقف بالمدرسه وبالشارع يتجاهلها. بس بالشديد بالفقد، اذا فقد مره يتوازى يقوم هذاك الوقت يبين. هسه ارجع الموضوع مهم جدا اللي هو الدعم المالي. يعني هسه انا شفت معظم الشباب اللي قاعدين يعني يمكن يطلعون فرد 7 8 لابسين تجهيزات والبقيه ما عندهم تجهيزات. يعني مو من المفترض هذول اول ما يدخل الى المنتدى يلبس التجهيزات وتزودوا بالتجهيزات؟ استاذ جاسم انت قلت فقط شغله جدا جوهريه. نعم. يعني مدينه الموصل من 2014 الى حد الان ماكو نهائيا اي دعم، لا من الاتحاد الفرعي ولا من الاتحاد المركزي للكاراتيه الناشدم. يعني هذه كلها جهود ذاتيه. يعني احنا عم نتكلف بها اولياء الامور. هاي تجهيزات، واقيات، مضارب. نعم. هاي كلها من يتحملها؟ ما موجوده نهائيا. يعني حتى انت متبرع جاي يعني؟ اكيد. نعم. احنا ساعدنا كابتن حسن اجور يوميه. نعم. انا نهائيا ما لي علاقه بالرياضه، انا على الصحه بس. نعم. الحمد لله حبا بالرياضه. نعم. وادعم هاي اللعبه. جيت انمي طاقات هالشباب هذولا، بعيدا انه اكو بعيدا عن الكوفيات وبعيدا عن الانترنت. هذا جو رياضي يطلع منه لاعب ان شاء الله. يعني خاصه احنا بالعطله الصيفيه، يعني الطالب مكان ما يعني يطلع ويا اصدقاء سوء، يطلع الى الكافيهات ويلتهي بالانترنت، يجي يتمرن. يعني صح. استاذ هاشم نرجع اهم شيء على الدعم. نعم. مدينه الموصل وخاصه لعبه الكاراتيه فرديه لعبه جدا حلوه وجدا. نعم. وعندنا ابطال بها، بس بالمقابل ماكو دعم. يعني لا من الاتحاد المركزي. هسه اريدك تحكي لي شلون هذول راح تزودون بالتجهيزات، يعني راح تنطوهم لو ظل يبقون؟ والله استاذ تمويل ذاتي من الاباء، شويه من عندهم. نعم. شويه من عندنا، يعني قدر الامكان، بس ما بالمستوى المطلوب اكيد. يعني نعم. البدله اقل شيء اكو بدلات تكلف الى $100، هذا ما يعطيك كلف. فنقوم ننزل المستويات نشتري بدله ب 20 $30. نعم. واقيات ب $50 $60. زين انتم فاتحتوا الجهات المعنيه، مثلا افاتح مديريه الشباب الرياضه، والله مديريه الشباب الرياضه مرتبطه بديوان المحافظه، ايضا افاتح احنا منتدى جديد واحنا بمنطقه شعبيه، واكو ناس يمكن لربما اكو بعض من الاطفال ما عندهم الامكانيه يشترون ملابس وهو يحب اللعبه. والله استاذ نهائيا احنا فاتحنا وطالبنا، بس نهائيا لا جدوى، عبس. لا حياه لمن تنادي. ما لا حياه لمن تنادي، خلاص. نعم. ماكو دعم. فالحمد لله والشكر قدر الامكان احنا العنطيق نعمله، بس كدعم. يعني ناشد محافظ نينوى. نعم. نجم الجبوري ناشده ان شويه راعينا، راعي الاب لاولاده، يراعي هاي اللعبه. نهائيا لا زيارات،
لا دعم، ما نريد كل شيء احنا، نريد بس يجون يدعمونا. هو هسه جيب لي مسؤول يعرف اكو منتدى بسومر، جيب لي مسؤول يعرف. صح ما يعرف. لعبه مدفونه. نعم. مع العلم احنا يعني دائما نركز على لعبه كره القدم، ولعبه كره القدم هم لو جايبين بيها هم ما يخالف. احنا الالعاب الفرديه وانت سيد من يعرف، عندنا بناء السام، عندنا مصارعه، عندنا ملاكمه، عندنا كاراتيه. هالالعاب الفرديه هاي احنا لو شويه وجه الانظار عليها، والله يا استاذ جاسم نطلع ابطال، وبالغ اقول لك اذا نقول لك ابطال عرب. نعم والله العظيم، بس دعم ناشد الحكومه، ناشد الحكومه المركزيه، ناشد الاتحاد المركزي للكاراتيه. احنا مهمشين، لا زيارات لا بطولات. يعني البطوله احنا نتكفلها نقل بالاتحاد المركزي. نشكر استاذ مهدي اللي هو رئيس الاتحاد المركزي. نعم. الرجال هو عليه يعملوا، بس الرجال استاذ عمر، قبل ما اختم حديث وياك بكلمه اخيره، شو تقول للشباب الموجودين الان في قاعه منتدى شباب سومر اللي جو حتى يتعلموا من عندكم؟ والله ناشد شباب انه هاي اللعبه لعبه حلوه وجدا جميله. انا يعني تعلمت هاي اللعبه من 2000 من 2000 طالب بالاعداديه وبالمتوسطه، والحمد لله اهلي اللي كانوا يدعموني اللي قمت احصل بهاك الشيء. انا طبعا لاعب نادي الموصل سابقا، ولاعب نادي الميثاق، ومدرب عندي حاصل على حزام 2 دان اسود كاراتيه. والحمد لله لحد الان عندي اختبارات بشهر التاسع على اختبار ان شاء الله 3 دان. ان شاء الله نتمنى لك التوفيق. الله يحفظك الاستاذ عمر رافع، مدرب منتدى شباب سومر للكاراتيه. شكرا جزيلا. نتشرف استاذ الغالي، حفظك الله. مشاهدينا الاعزاء، ننتقل الى الحديث مع بعض المتدربين هنا في منتدى شباب سومر للكاراتيه بعد الفاصل. نلتقي مشاهدينا بأحد المتدربين في منتدى شباب سومر، أحمد عدي. كابتن أحمد، شلونك؟ زين الحمد لله. ايش قد صار لك 3 سنوات كاراتيه؟ 3 سنوات؟ نعم. يعني قبل ما تيجي هنا أنت هم كنت تتمرن؟ في نادي كرامة. نادي كرامة. منو كان مدربك بوقت؟ استاذ يوسف. استاذ يوسف. بعدين منو دربك؟ كابتن حسن. كابتن حسن. شنو تعلمت من عندهم؟ تعلمت منهم شغلات كثيرة مثل الاحترام والتقدير. زين، ليش جيت الكاراتيه انت؟ ما اختاريت غير لعبه؟ والله الكاراتيه هي فنون قتاليه حلوه، مو ضرب وتقوم مثل المصارعه او الملاكمه او التايكواندو. لا انت تريد مثلا دفاع عن النفس؟ اي دفاع عن النفس. نعم. زين، شنو المفروض يتوفر بلاعب الكاراتيه اللي يجي اكو هذول الصغار اللي جو يعني اللي وراك دا يجون، شنو المفروض يسوي؟ يتوفر بدلات تجهيزات من الحكومه. يعني هسه انت تجهيزاتك من الحكومه؟ لا، هم يشترونهم. هسه انت اشتريت التجهيزات؟ ايه على حسابك مو؟ اي على حسابي. زين، هسه اسالك عن الميداليات، هاي الميداليه شو حصلت عليها؟ هاي 2021. ايه؟ 2021. بيا بطوله يا مناسبه هذه؟ هاي بطوله. بطوله وين؟ هنا بالموصل؟ اي بالموصل. طلعت الاول؟ لا والله الثاني. ثاني. منو كان مدربك؟ كابتن حسن. زين، وهاي الميداليه الثانيه؟ هاي بطوله 2023. اي. كان مدربي كابتن حسن وحصلت على المركز الثالث. نعم. زين، احمد، كل شخص له طموح، يعني هسه يعني اكيد انت عندك طموح بعد، وين تريد تصل بهاي الرياضه؟ انا طموحي اريد اصل لاعب عالمي. على يعني مستوى العالم؟ اي على مستوى العالم. شارك منتخب وطني وتروح تشارك خارج العراق مثل نعم. العراق يعني. نعم. زين، قبل ما اختم حديثي وياك، يعني لمن تحب تشكر يعني انه وصلت انت لمرحله، منو اللي ساهم بتطوير مستواك؟ اشكر كابتن حسن وكابتن عمر وكابتن يوسف. نعم. كلهم اشكرهم. واحنا ايضا نشكرك ونتمنى لك التوفيق، وان شاء الله يوم من الايام نلتقي بك وانت رافع العلم العراقي ان شاء الله دول العالم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك كابتن. نلتقي بلاعب اخر من لاعبي منتدى شباب سومر، الكابتن مصطفى سعد. كابتن مصطفى، ايش قد صار لك؟ وصار بالكاراتيه تقريبا 6 سنين.
6 سنين. ويا منو بديت ووين بديت؟ والله بديت بأكاديمية الكرامة. نعم. بأكاديمية الكرامة، وفضل الشكر كابتن حسن وكابتن أستاذ يوسف. نعم. هم دربوني وصلت للمكان. شنو اللي تعلمته خلال ال6 سنوات يعني؟ وطعمت أخلاق وأدب نعم. زين الحزام مالك شو يسموها؟ بني. وإن بني. شاء الله بشهر 9 أختبر على الأسود حتى أتجهز. زين البطولات اللي شاركت بها كم بطولة؟ والله كثير، بس حصلت مركز الأول والثاني والثالث. نعم. هذا الكاس شنو مناسبته يعني؟ هاي المناسبة أخذت الأول على بالكاتا بالكاراتيه 2022. ويا منو تنازلت آخر مرة يعني؟ ويا واحد صديقي هم يعني عزيز. أكبر منك أصغر منك؟ تقريبا بقدي. فزت عليه شنو بالنقاط شلون؟ كاتا شلون أعلام. فزت عليه؟ اي. نعم. والميدالية هذه؟ الميدالية هاي 2023 آخر بطولة شاركتها، أخذت مركز الثاني. نعم. بالقتال. زين شنو اللي تعلمته من لعبة الكاراتيه يعني؟ شنو اللي أضاف لك أنت لشخصيتك؟ شنو اللي أضاف؟ والله ضافت لي الاهتمام بالرياضة وكثير أشياء. بالمدرسة شلونك؟ زين والله. نجحت لو ما نجحت؟ نجحت. بيا صف هسه أنت؟ أول متوسط. أول متوسط، جيد. يعني قول المدرسة ما تعيق الطالب يعني مثلا الرياضة ما تعيق الطالب على المدرسة؟ إذا أنت مهتم باثنينهم. يعني أنت موزع وقتك بين الدراسة وبين نعم. زين طموحك وين تصل؟ أصير لاعب أمثل العراق، لاعب وطني، ألعب نعم. بالأولمبياد. نعم. إن شاء الله نتمنى لك التوفيق وتصل الله. المنتخب الوطني. شكرا لك. نلتقي مشاهدينا الكرام بإحدى الفتيات في منتدى شباب سومر الكاراتيه، اللاعبة شهد نشوان. أهلا وسهلا بك شهد. شهد بداية ايش قد صار لك؟ صار لي تقريبا سنة بمنتدى شباب سومر وبغير مكان شهد؟ بغير منتدى. وين كنت؟ منتدى الحدباء. منتدى الحدباء. ليش اختاريتي رياضة الكاراتيه؟ دفاع عن النفس. رياضة الكاراتيه رياضة بها عنف وبيها صعوبة حتى بالتمرين، يعني تقبلتي هذا الموضوع؟ هو بالبداية راح تكون شوية صعبة، بس بالتمرين راح تتعود. منو اللي شجعك انك تدخلين؟ أكيد أهلي. أهلك شجعوك. نعم. زين شاركتي ببطولات شهد؟ إيه شاركت بطولة محافظة نينوى. ايش حصلتي؟ المركز الثاني. المركز الثاني. منو المنافس مالتك كان؟ يعني من أي نادي؟ من أي منتدى؟ هي ويا فجر. نعم. أنت تشجعين الفتيات يدخلون بمجال الكاراتيه؟ إيه أكيد، لأن اللعبة كلش حلوة. نعم. وخاصة إنه الدفاع عن النفس مهم للفتيات. جدا. نعم. اكو لاعبات عالميات مثلا بالكاراتيه انت تاثرتي بيهم؟ ايه. مثل منو يعني؟ اساميهم ما اعرفهم، بس يعني اكو هواي. لاعبات مصريات مثلا؟ ايه مصرية. عربيات يعني؟ مصرية. نعم. انت متاثره بيهم ولهذا يعني دخلتي بهاي اللعبه. نتحدث شوي عن الجانب التدريبي، يعني منو المدرب اللي اشرف على تدريبك وطور من مستواك؟ المدربين يعني بصوره عامه. كابتن صدام وكابتن حسن. نعم. هذول كابتن صدام كان منتدى شباب الحدباء. نعم. كان سبق انه التقينا به، وايضا كابتن حسن. نعم. هاي اللعبه تحتاج الى تجهيزات، تحتاج الى ان واحد يصرف على نفسه. صح. التجهيزات انت على حسابك ولا شو؟ نعم على حسابي. نعم. على حساب اشتريتيها. اي نعم. لان لحد الان ماكو اي شيء انه يعني او يعني من المحافظه انهم يعطونا او شيء، ماكو. نعم. زين هسه عندك استعداد مثلا البطولات قادمه؟ نعم. اكو بطولات؟ شنو البطوله اللي هسه حاليا تستعدين لها؟ بطولة العراق. بطولة العراق. بكل رياضة الشخص يشتغل على نفسه، يعني ما عدا المدرب. اكو المدرب ينطون يعني بعض التوجيهات المدربين، بس اكو احيانا الشخص هو يطور نفسه. انت اذا تشتغلين على نفسك مثلا تطلعين باليوتيوب على تحديثات اللعبة، او مثلا تتمرنين بالبيت بوحدك. ايوه ايه، اوقف قدام المراية واتمرن. يعني على المراية وتتمرين تسوين حركات. نعم. وهذه وتاخذين المنهاج التدريبي من المدرب. نعم. نعم. نتمنى لك التوفيق شهد، وان شاء الله يعني نشوفك بالمنتخب الوطني. اكيد هذا طموحك يعني. ان شاء الله اكيد. نعم. شكرا جزيلا لشهد نشوان، احدى لاعبات منتدى شباب سومر. شكرا جزيلا لك. نعم. مشاهدينا الاعزاء